أنا اسمي مروة محمود، سني 30 سنة ومتزوجة وعندي بنت. أكتر حاجة بعملها غلط في حياتي، يعني مقصرة إن أنا خلتني أزيد في الوزن، إن أنا ما بتبعش نظام صحي كويس. باكل اكل فاست فود كتير، مش بنظم وجباتي بالطريقه الصحيحه. او اكتر حاجه ان وجبه العشاء بتكون هي الوجبه الرئيسيه. واكتر حاجه عايزه اغيرها في حياتي، مش عندي مشكله السمنه او ان انا ازيد في الوزن، ان طبعا اعمل نظام غذائي كويس، نظام اصلا في حياتي، غذائي رياضي اجتماعي. اكتر حاجه مخوفاني انها تحصل لو ما غيرتش اسلوب حياتي، ان طبعا يعني هفضل دايما في زياده في وزني، وده الى حد ما عامل لي عدم تصالح مع نفسي، او يعني ان انا مش حابه نفسي كده. اكتر حاجه عايزه اعملها فعلا بعد ما اخس ان انا العب مع بنتي، اجري. انا كان دايما احلامي ان انا اجري، العب، ارجع اعمل شوبينج زي زمان. انا فعلا بقيت اتعب على طول، جسمي تعبني. انا الى حد ما تخني ده عمل لي شويه مشاكل صحيه. الدكتور في الاخر قال لي انت لازم تخسي، خلاص الادويه مش جايبه نتيجه كويسه، فانت لازم تساعدينا انك تخسي عشان تبقى صحتك احسن. والله اكتر موقف محرج تعرضت له هو كان الحمد لله ما كانش قدام الناس، هو كان بيني وبين نفسي. فعلا كنت بتصور في مناسبه كده في وسط الناس اللي هم في سني. طبعا لما شفت الصوره، انا اول واحده شكلي فعلا كان مضايقني، فعلا احبطني. اكتر شخص نفسي افاجئه بعد ما اكسب في مسابقه نسلي في الاول خالص هو ان انا عايزه افاجئ نفسي ان انا قدرت اعمل ده. اكتر حد هيتفاجئ بفقداني للوزن هقول في المرتبه الاولى هو جوزي برضه، عشان هو دايما مش مقتنع ان انا هقدر اعمل ده. في تشجيع هيكون من جوه نسلي ومن بره. اذا كسبت جايزه نسلي بصراحه هكون بقى يعني عايزه اكافئ نفسي، يعني انا هكون خسيت، فعايزه اكافئ نفسي على اللي انا عملته ده. ممكن اسافر بره، اخد جوزي وبنتي ونسافر نتفسح بره في مكان.